أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الكرام إلى فقرة وجها لوجه، فيها نتوقف في هذه الحلقة عند تداعيات هجمات جهادية منسقة على مواقع عسكرية في مالي، بعضها قرب الحدود مع موريتانيا. تداعيات ذلك على أمن الدول المغاربية وعلى المقارباتها الأمنية والاستراتيجية تحديدا لكل من الجزائر والمغرب وموريتانيا على وجه الخصوص في ظل تنامي العنف في منطقة الساحل. مع ضيفي مشاهدينا الكرام السيد الحسين مصدق الباحث في العلوم السياسية. سيد الحسين مصدق، أهلا ومرحبا، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. السلام عليكم والتحية الخالصة لكم هل يتجه الساحل نحو حرب مفتوحة؟ هجمات منسقة تهز مالي، الخطر يقترب من المغرب الكبير، الساحل يشتعل، هجمات جهادية منسقة في مالي تهز المنطقة وتدق ناقوس الخطر على حدود المغرب والجزائر وموريتانيا. هل نحن أمام تصعيد إقليمي يغير موازين الأمن في المغرب الكبير؟ الإجابة الآن. مشاهدين ولضيفكم الكريم، مرحبا بك، كل الترحيب، وبكل الترحيب أيضا بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن مكاوي الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. وتحية لزميلي المصدق ولمشاهدي فرانس 24. مرحبا بكم، كل الترحيب. إذن هجمات جهادية متزامنة استهدفت منشآت عسكرية في بلدات عدة في غرب مالي، في وسطها تقول بعض الروايات بعضها قرب الحدود مع موريتانيا، في سلسلة جديدة من أعمال العنف في هذا البلد الذي يحكمه مجلس عسكري مع تزايد الاضطرابات في منطقة الساحل. وسؤال: ما تعليقكما على هذه الهجمات التي تبنتها جبهة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة أو المتفرعة من تنظيم القاعدة، والتي أعلنت سيطرتها الكاملة على 3 ثكنات وعشرات نقاط التفتيش العسكرية؟ أبدأ معك أولا سيد الحسين مصدق الباحث في العلوم السياسية، كيف ترقب ذلك؟ مرحبا من جديد. السلام عليكم. الشيء الملاحظ والذي كان منتظر بأن التغيير الحكم في مالي كان تغيير داخلي طبعا، ولكن أراد أن يحمل المسؤولية إلى أطراف أخرى، والكل يعرف أنه منذ سنة 1960 هذه الحركات موجودة، ولم تستطع الأنظمة المتتالية والمتعاقبة في مالي على إخماد صوتها أو على إسكاتها والقضاء عليها. وبالتالي كانت كل الأطراف المجاورة خاصة الجزائر تعمل على استباب السلم من خلال الحوار ومن خلال التفاوض وجمع كل الأطراف المتصارعة الداخليين على دورة مائدة المفاوضات للوصول إلى مخرج، ووصلوا إلى مخرج. لكن التغيير الذي حدث في نظام الحكم في موريتانيا في مالي أراد أن يتخلى أو تخلى عن الاتفاق الذي أشرفت عليه الجزائر سنة 2015، وقد رجعوا وجهوا اتهامات كبيرة للجزائر على أن الجزائر هي التي لغير ذلك. وإحنا كنا ننتظر ما ستصل إليه اليوم، وهو وصلت إليه فعلا. وهذا ما حدث في أول جويلية، وما حدث مع هذه الهجمات على مواقع عسكرية حساسة ينبئ بمخاطر كبيرة ليس فقط على مالي وإنما على المغرب العربي وعلى بلدان الساحل. على مسألة التداعيات على الدول المغاربية، ولكن استسمحك في طرح السؤال على الدكتور عبد الرحمن المكاوي الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. ضيفي يرى أن ما يحدث اليوم من هذه الهجمات هو نتاج خيارات في الداخل المالي. كيف تابعت أنت هذه الهجمات المتكررة في مالي مع تنامي العنف في منطقة الساحل دكتور مكاوي؟ أولا دعني أصحح بعض المعلومات أن الهجوم وقع على كاي، وهي كلمة محلية تعني حذاري، أتونسيون. وكاي تقع على نهر السنغال. فالهجوم الكاسح اللي بعد 2012، أي بعدما قام إياد غالي نفسه المتابع أمام المحكمة الجنائية بالإبادة وبجرائم الحرب، قام بهجوم على مدينة موبتي. هذه المرة انطلق من تنزواتين ب1200 جهادي على الحدود القريبة من الحدود الجزائرية المالية، وساندته كتيبة مسنة حتى هي الفرع من القاعدة.
إلى أن وصل إلى مدينة كاي التي تقع على الحدود مع السنغال أخي حكيم، وليست مع موريتانيا. بعض الروايات، هذا أشكرك على التوضيح الصورة، لأنه بعض الروايات تحدثت عن 7 بلدات، عن منشآت عسكرية في 7 بلدات، 7 بلدات صغيرة فيها تكنات، من بينها بلدتان وفق المعلومات الواردة ليست بعيدة عن الحدود الموريتاني. لا، مدينة كاي يبلغ تعداد سكانها 194 ألف نسمة، فهي من المدن المهمة، والمنطقة هي الشريان الاقتصادي المهم لمالي. فلا يمكن أن نتصور أن 1200 جهادي ينتقلون في رباعيات، يعني سيارات رباعية الدفع بصواريخ وبشاحنات مملوءة بدراجات نارية من نوع ياماها، وكذلك بطائرات مسيرة صغيرة. وكان جيش على حال، يعني جيش صغير تنقل من شمال من جنوب الجزائر شمال مالي إلى مدينة كاي. كاي هي قاعدة ومدينة كبيرة لم تستطع جماعة أغ إياد غالي السيطرة عليها. سيطرت على تكنة واحدة ولا زال القتال مستمرا في هذا. دعني هذا الهجوم شاركت فيه العديد من الجماعات الإرهابية، منها كتيبة مسينا وجماعة البوليساريو ب 300 عنصر حسب سيرج دانيال مراسل فرانس 24، وكذلك فرانس دانيال إلى غير ذلك. لا طيب، يبدو من الملاحظين الذين يعني أثبتوا عن مشاركة البوليساريو في هذا العمل الإرهابي الكبير. طيب، ليست لا دور لأي مراسل لفرانس 24 في هذا الأمر، وليست لدي تأكيدات دكتور مكاوي كما تعرف لأي تورط في جبهة معروف ومراسل جبهة البوليساريو أو عناصرها في هذا الأمر. طيب، ولكن طالما أنه ليست لدي تأكيدات اسمح لي أن أتحفظ على هذا الأمر حتى بالنسبة لمشاهدين. ما ذهب إليه ضيفي فعلا السيد عبد الرحمن مكاوي صحيح، حتى أعود إليك سيد الحسين مصدق. الجيش المالي يقول أنه تم الاستيلاء على ترسانة حرب حقيقية بما في ذلك أسلحة وذخائر ومعدات اتصالات لاسلكية ودراجات نارية ومركبات. وسؤال الآن فعلا الذي يطرح: ما تداعيات هذا الأمر على أمن الدول المغاربية؟ ما تداعيات هذا على مقاربات الدول المغاربية، المقاربات الأمنية والاستراتيجية؟ نتحدث عن موريتانيا تحديدا بشكل على وجه الخصوص، نتحدث عن الجزائر، نتحدث عن المغرب أيضا. وإلى أي مدى يشكل ما يحدث اليوم في مالي خطرا على هذه الدول؟ أولا أريد فقط أن وجه ملاحظة لضيفكم الكريم. يبدو أنه عنده هاجس البوليساريو وهاجس الجزائر، وكل شيء يأتي من الجزائر وكل شيء يأتي من بوليساريو. سقطت أوراق توت عن الجزائر، فهي عراب الإرهاب في المنطقة. من فضلك، فهي تنشر الفوضى. الجزائر هي البلد الوحيد الذي عمل كل ما في وسعه لكي تتفاوض كل الأطراف وتصل لاتفاقية سلام، وقد عاشوا في للهيمنة على المنطقة. من منذ أن الجزائر أسرفت على المفاوضات مع الطوارق. الجزائر هي التي تعرض دكتور مكاوي بمجرد أن نكون موضوعيين نوزع دكتور مكاوي نعود إلى هدوئنا. نعود إلى هدوئنا لو سمح. الجزائر تصف ما ذهبت إليه وذهب إليه آخرون وحتى مالي نفسها بأنها ادعاءات باطلة. سأوفيك حقك، سأعود إليك فقط يكمل فكرته دون أن نقاطعه. وأن تكون عادلا في الوقت. أنت لم تكن عادلا وقطعت. دكتور مكاوي، ليس كالجزائر. ابدأ أولا. أننا نتركه يعيش مع هذا الشيء. ولكن لديه وجهة نظر. وجهة نظر أبديت تحفظات حين كان ذلك لازما، ولك الآن نريد أن نقول فقط إن الإرهاب والجماعات المسلحة هذه تقريبا هي خارقة للحدود، وكل البلدان المغاربية والساحل الأفريقي ليست في مأمن. وبالتالي اليوم إن هناك النظام المالي كل مرة يستنجد بأطراف أو قوى أجنبية، كانت فرنسا
ثم الآن فاغنر أو ما يسمى بالفيلق الإفريقي ولكن الروسي. نعم، كل مرة يستنجد بنية أنه القضاء على هذه الجماعات المسلحة. الجزائر كانت عندها نظرة تختلف، نظرا لما تشكله هذه الجماعات المسلحة من مخاطر، ونظرا أنها تهدد الأمن والاستقرار، وبالتالي حجر وعقبة في طريق النمو وتطور الشعوب المنطقة. فإنها لاحظت بأن الحوار هو الطريق السليم، بأن التفاوض بين مختلف المكونات الإرهابية أو المكونات المسلحة والجماعات المسلحة والنظام هي الطريق الأسلم. وبالتالي لما قامت الجزائر بالوساطة وأشرفت على الحوار قد وصلوا إلى الاتفاقية، وهذه الاتفاقية قد مكنت فعلا من التعايش واستباب الأمن. لما جاء النظام الجديد ألغى هذه الاتفاقية واتهم الجزائر إنها هي التي تضدهم أو تؤيد الإرهاب. فلاحظنا ماذا حدث. الجزائر كانت أرادت أن تعطي فرصة للنظام الجديد. قالت مالي آنذاك أن الجزائر لم يعد بإمكانها كمسؤول عسكري أن تفي بضماناتها كوسيط محايد بين مختلف الأطراف، لأن محمد قد اختاروا أطرافا أخرى أجنبية. وبالتالي نقول اليوم إن موريتانيا والجزائر يحاولوا أن يضمنوا على الأقل الحدود، يحاولوا على الأقل التصدي لهذه الجماعات في انتظار التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. لكن هناك أطراف أخرى مثلا المغرب إنها تحاول أن تغذي هذه الصراعات. طيب أنا أستسمحكم أن ندخل حتى نحترم المشاهد ونحترم مستوى الحوار دون أن ندخل، أنا أرجوكم دون أن ندخل في اتهامات بين المغرب والجزائر. نحن نحاول أن نفهم التداعيات المحتملة لهكذا أمر خطير على استقرار الدول المغربية. وهل تعتبر أخطر ما يكون لأن الأمر قد يؤدي إلى انعكاسات وتداعيات خطيرة جدا، وقد تصبح كرة في حرب أهلية هذه البلدان المجاورة. سأعود إليك سيد حسين مصدق. هل فعلا نحن أمام تبعات انهيار اتفاق السلم والمصالحة الذي أبرم في 2015، انهياره في 2024 بعد انسحاب مالي منه؟ هل تشخص أنت الوضع اليوم بهذا الشكل؟ وسؤالي من وجهة نظرك أنت ما يحدث، وأنت سردت لنا كل هذه المعدات، أكمل سؤالي فقط، أكمل سؤالي تداعياته لو سمحت على المنطقة المغربية. متفقا وياك سي حكيم، ولكن ينبغي وضع النقط على الحروف. جبهة تحرير الأزواد لا علاقة لها بهذا الهجوم الإرهابي الكاسح على كاي وعلى غرب مالي. ينبغي أن نضع النقط على الحروف. قضية الأزواد مشكل مطروح منذ 1963 مطروح، وقد أعطى بن بلة رئيس الجمهورية الجزائرية آنذاك في 63 الفرصة لمودي بوكيتا أن يتدخل في عمق 200 كيلومتر جنوب الجزائر للقضاء على الطوارق. هذا التاريخ لا يمكن أن ننكره. أما ما قام به إياد غالي المطلوب من الناحية الجنائية، المحكمة الجنائية الدولية والجماعات الإرهابية المساندة له من كتيبة مسينة من القاعدة والبوليساريو، هذا ثابت فقها وقضاء، وأن جميع يعني الدراسات التي قامت بها بعض مراكز الدراسات العسكرية التي تتابع الموضوع في الساحل، واذكر هنا مركز الملكي للدراسات الاستراتيجية بإسبانيا، يعني يشير إلى هذا الأمر، أن هذا العمل وهذا الهجوم هو إرهابي قامت به جماعات إرهابية تسلحت من الجزائر، مدت بأدوات وعتاد عسكري جديد من دراجات نارية من نوع ياماها، كات وأعود وأذكرك بأن الجزائر تؤكد تصف هذا الأمر بأنها ادعاءات باطلة، تقول أنها لا تدعم الجزائر، لا تدعم، تقول أنها الإرهاب، تقول أن هذه الادعاءات باطلة، هي نفسها التي كانت على لسان المجلس العسكري المتنبأ. هو موضوعنا. طيب موضوع السيد أحمد عطاف في وزير الخارجية الجزائري في حوار له مع صحفية من قناة أجنبية قال بأن الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية
أصبحت الآن جيوش صغيرة متنقلة تتوفر على هذا هو حربي تشخيص، كبير. هذا تشخيص للوضع، لا، وخوف حتى خوف من تداعيات ذلك على الجزائر. لا نخلط في المشكل إشكالية الأزواجية حتى الأمم المتحدة في تقاريرها الإرهابي التي قام به إياد غالي. دكتور مكاوي، لديك الكثير من المعلومات، ولكن حتى التقارير الأممية اليوم لا تتحدث لم تذهب إلى ذلك. فقط ربما مراقبون يقولون إن الاستراتيجية، وهذا ما تابعته وقرأته اليوم، السياسية لهذه الجماعة، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، يقولون دفعتها مؤخرا إلى التحالف مع المتمردين الطوارق المحليين من جبهة تحرير أزواد. لست أدري ما مدى صحة هذا الأمر باختصار شديد. هذا كذب، ولم تجبني عن سؤالي عن التداعيات على موريتانيا. طيب. يعني لا، وعلى مالي خاصة، أنهم هاجموا منطقة غنية فلاحيا وتجاريا بالنسبة لمالي، هي الشريان الحي للاقتصاد المالي، فهم تفادوا الهجوم على موريتانيا وعلى أكبر مخيم للاجئين في موريتانيا ومخيم تنبيرا للهجوم مباشرة للاجئين الماليين في موريتانيا. طيب، الدول المغاربية الأخرى ليس عليها أن تقلق. المغرب الجيش الملكي يسيطر على الوضع. طيب. وبالتالي فلا يمكن. سأعود إليك في هذه النقطة تحديدا، لأنه المهم ليس الداخل فقط ولكن المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع الأطلسي. سأعود إليك خلال لحظات. سأعود إليك حتى أنصفه. يبدو أن ضيفكم كما قلت يعيش هاجس الجزائر، معروف في تاريخ الجزائر إنها الدولة تقريبا الوحيدة في المنطقة التي تحارب الإرهاب وتحارب كل الدول، حتى لا نزايد على دولة، كل الدول تحارب الإرهاب. خاصة الجزائر عاشت تجربة مريرة، وهي إلى حد من فضلك وإلى حد الساعة لا زالت تحارب هذه الجماعات المسلحة. لكن الشيء الذي يمكن لأن هذه الجماعات المسلحة إذا كانت قبل أزواد وحدها، وإذا جماعة النصرة أو جماعة نصرة الإسلام إلى غير ذلك وحدها، الآن بعد المواقف واستنجاد النظام المالي بقوى أجنبية أخرى، قد وجدت ربما عوامل مشتركة وقواسم مشتركة وبدأت تتحد. الآن ضيفكم الكريم لا يلوم النظام كيف استنجد بقوى أجنبية، كيف استنجد وكل مرة يستنجد بقوى أجنبية دولة سيادة من فضلك يستنجد بقوى أجنبية ليحمي نفسه من هذه الجماعات. هذه الجماعات كذلك عندها ممكن طرق كما كانت تتمول بها، والجزائر تحارب هذه الجماعات أكثر ما تحارب الدول الأخرى هذه الجماعات. الجزائر هي سداد أمان، منطقة سداد أمان، منطقة تحاول أن تحمي حتى البلدان الأخرى المغاربية. موضوعي هو التداعيات، حتى لا نحيد عن صلب الموضوع. التداعيات هي إن لو لم يقول لك التداعيات على موريتانيا. لا، التداعيات ليست فقط على موريتانيا، حتى على المغرب ذاته. التداعيات حتى على المغرب ذاته، كل البلدان وبلدان الساحل. إذا تركت الفرصة لهذه الجماعات المسلحة، وخاصة أنها تصبح تتحد فيما بينها، فهي ليست لها حدود. فهي ليست لها حدود، وإنما قد نجدها تتسول وتجول في كل البلدان الساحل وحتى المغاربية. بالنسبة للتداعيات، الجزائر موجودة بجيشها، موجودة باستراتيجيتها لمحاربة هذه الجماعات على حدودها على أراضيها، ولكن فقدت ربما هامش المناورة وزمام الأمور بعد انهيار هذا الاتفاق. والبعض يسأل هل بالإمكان اليوم إعادة إحياء هذا الاتفاق؟ وهذا هو الأمل المنشود. الأمل المنشود أن العودة إلى مثل هذه الاتفاقية، لأنها في مع فشل هذه الاتفاقية لا يريدها الشعب المالي، لا يريد اتفاقية الجزائر. طيب، لا يريدها. ربما نتحدث عن اتفاقية جديدة. ما يهمني دائما ونبقى في الحديث عن التداعيات. هذه النظام وهذه النظام العسكري مثل النظام العسكري الجزائري منذ 1962 هو يحارب الشعب، وبالتالي سيبقى هكذا. فأنتم تعيبون على مالي لأن يحكمها العسكر، والجزائر يحكمها العسكر منذ 1962. وقرارها سيادي كما هو قرار مالي أيضا سيادي كما قرر المغرب. أنا أود أن أسألك الآن عن هذا المشروع الضخم، مشروع المغرب لتمكين بلدان منطقة الساحل الإفريقي المعزولة من الحصول على منفذ بحري على المحيط الأطلسي. هل تهدد من وجهة نظرك هذه الاضطرابات الأمنية والجماعات المسلحة مشروع المغرب الطموح هذا
في اعتقادي لا تهدد طيب. مشروع المغرب الطموح. أولا موريتانيا تبني جيشا قويا بمساندة، لأن الإشكال في منطقة الساحل أيضا. خلينا نكمل. تبني جيشا قويا بعتاد متطور بمساعدة تركيا والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وكذلك الولايات المتحدة التي سوف تبرم مع موريتانيا اتفاقية دفاع مشترك، وسوف تسمعوا عنها في المستقبل القريب. هذه الأولى. يعني بمعنى أن موريتانيا هي التي ستقوم بمحاربة الإرهاب بالوكالة عن باقي الدول، بتأمين حدودها مع الجزائر، بإعلان الحدود الشمالية مع الجزائر كمنطقة عسكرية محرمة، ومنعت على ميليشيا البوليساريو الإرهابية من الدخول إلى موريتانيا لضرب الأراضي المغربية. هذا ثبت، وموريتانيين الآن، وقد أكدها وزير الاتصال عندك في الاستوديو في المرة السابقة، على أن موريتانيا تبني. عد لي إلى الموضوع. تحدثت عن موريتانيا، لكن أتحدث عن دول الساحل الأخرى التي تبحث عن منفذ على المحيط الأطلسي، انعدام استقرار هذه المنطقة، منطقة الساحل. هل له تداعيات على موريتانيا بمساعدة أشقائها المختلفين وأصدقائها بتأمين حدودها حتى يتم فك العزلة عن دول الساحل. هذا ما ترمي إليه الجزائر، هي نشر الفوضى في جميع دول الساحل حتى تجهد هذا المشروع الملكي الطموح في المنطقة. يجيبك ضيفي تحديدا على انتهى الوقت. تعطي 30 ثانية، أخذت أكثر من وقت، لدي 30 ثانية فقط. سأعود إلى ما قاله ضيفكم الكريم. نتركه يعيش مع هاجس. لا مع موقفنا، وإنما لاحظنا تنشرون الفوضى والأكاذيب في المنطقة. وإنما لاحظنا بأن هذه الجماعات المسلحة قد استهدفت بالضبط هذا الطريق أو هذا السبيل ليأتي من أوروبا إلى بلدان الساحل وخاصة إلى مالي، وبالتالي يقطع الطريق. سعي ليقطع الطريق تمويل مالي بالسلع والبضائع التي تأتي من أوروبا عبر المغرب وعبر موريتانيا إلى غير ذلك. وبالتالي المستهدف هو بالضبط قطع هذه الروابط أو هذه الصلة لشل الاقتصاد المالي. وهذا الجزائر كانت دوما حريصة على الحفاظ على حياة، على انعاش الشعب. لمساندتكم الجماعات الإرهابية بما فيها البوليساريو. انتهى الوقت. فقط تشير إلى أنه بحسب وتجهدون المشاريع التنموية. دكتور أرجوك، بحسب دراسة لمعهد تومبوكتو، تحدثت على موريتانيا، مركز أبحاث يتخذ من دكار مقرا له. جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من موقعها في مالي تسعى إلى التوسع في السنغال وموريتانيا. شكرا جزيلا لكما. هذا صحيح، تسعى لضرب موريتانيا والسنغال لإجهاد مشروع الداخل. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن مكاوي، الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، كنتم معنا في فقرة وجه المباشر. شكرا جزيلا. الهجمات الأخيرة في مالي ليست مجرد أحداث معزولة، بل إنذار استراتيجي لكل دول المغرب الكبير. فهل تنجح الجزائر والمغرب وموريتانيا في صد هذا الزحف الإرهابي؟ أم أن المنطقة على أبواب فوضى جديدة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، واشتركوا الآن ليصلكم كل جديد.